عودة الطيران السعودي إلى سوريا، وصول وفد من هيئة الطيران المدنية في المملكة العربية السعودية حسب وكالة سانا للأنباء. طبعا وصول هذا الوفد حتى يقيم الوضع، بالإضافة للتعاقدات مع الدولة السورية ووزارة النقل لحتى يتم تسيير أو إعادة الرحلات وتنظيم الرحلات إلى مطارات سوريا، مطار حلب الدولي ومطار دمشق الدولي. طبعا حتى الطائرات اللي بلشت توصل حتى من الكويت لمطار حلب الدولي، بالإضافة لمطار دمشق الدولي، وإن شاء الله بالإضافة للطيران الأردني اللي كمان رحلات عم تصل لمطار حلب الدولي ودمشق الدولي. طبعا شركات كثيرة يعني أعلنت عن نيتها ورغبتها لعودة العلاقات والطائرات إلى المجال السوري أو إلى المطارات السورية، وإن شاء الله هذا بشرة خير بإذن الله لسوريا ولكل الدول العربية. تحية لكم. على خلف، إلى اللقاء.